تم تداول بعض معلومات فيما يخص إقصاء المدرب 4 أيام أو 5 أيام قبل الانطلاق. المدرب هذا اللي رانا نتكلموا عليه، اللي راه هو صلب الموضوع، اللي راه هو نقدر نقولوا النقطة اللي لازم أوضحها ونقدم فيها تفاصيل. ممكن كما تكلمنا تحفظنا حفاظا على كرامة هذا المدرب، إنما نظن أنه بعد التصريحات اللي أدلى بها أصبحنا ملزمون بتقديم تفاصيل هذه القضية. المدرب هذا اللي تكلمنا عليه من خلال مشاركته في طوكيو بعد انتهاء المشاركة ومغادرته القرية الأولمبية. تعرفوا باللي اللجنة المنظمة بعد مغادرة كل وفد تكون هناك زيارة وكذلك رقابة لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة. ما كلف اللجنة الأولمبية اون اموند اللي رانا هنا، احنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الأسرة الإعلامية تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنة الأولمبية لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنة الأولمبية، اللي تتقدر ب 250,000 ين ياباني. لذلك كان هناك قرار على مستوى اللجنة الأولمبية أن هذا المدرب لا يمكنه المشاركة في أي ألعاب ذات طابع أولمبي.